مساء الخير. النهاردة هنعمل طريقة لتنظيف البراد والكنكة من الاتساخات والأملاح الجيرية اللي في قلبها، وهتبقى جديدة زي ما انتوا شايفين كده. بجد معلقة سحرية وإضافات بإيدينا هنخليها جديدة لانج زي ما انتوا شايفين. أتمنى تجربي وتعملي نفس بجد ما عملت، لأنها طريقة هتعجبك. أول حاجة كده بوريكم كده الكنكة قد ايه متسخة وفيها بقع جيرية من الأملاح. بصوا، وبرضو البراد نفس النظام، يعني ايه من قلبه كله بقع كده املاح جيرية. هبدأ اعمل ايه على طول؟ هبدأ اجيب كده الكنكة واضيف فيها كوبايتين من المية. دي الكوباية التانية، وهبدأ اضيف عليها معلقة ملح الليمون. ملح الليمون طبعا مفيد جدا في التنظيف وسعره مناسب جدا. يعني ايه، المعلقة دي مش هتتعدى مثلا ال2 جنيه، وهتخلي لك الاواني دي جديدة لانج. هبدأ كده اضيفها، طبعا موجود ملح الليمون عند كل عطار. ببدأ اضيف كده المعلقة الاولانية وابدأ ادوبها كده في المية. انا غرضي الاول انضف قلب الكنكة من البقع الجيرية. اول ما المية دي بتغلي كل البقع الجيرية هتتشال خالص، هتشوفوا دلوقتي. بصوا كده القلب نور. ببدأ كده افضيها في صينية والين الحاجات المتسخة اللي بره الكنكة دي، بلينها. بصوا بلينها كده علشان هعمل خطوة كمان ويتشال بكل سهولة. برضو في البراد ضفت معلقة في كوبايتين مية وبدوبها، واول ما بتغلي شايفين كل البقع الجيرية بتتشال. بصوا، ببدأ دول بقى افضيهم ايه في حلة صغيرة. انا كده نضفت القلب بتاع البراد وقلب الكنكة من الاملاح الجيرية، وببدأ ايه انا هضيفهم كده. بصوا النقع يفاد جدا الكنكة. ببدأ كده اضيف مية ملح الليمون، وبصوا هبدأ اضيف شوية مية كمان. وهبدأ ايه، بصوا بالسكينة كده طبعا، وابدأ اشيل الحاجات المحروقة المتسخة دي جامد. ببدأ اشيلها كده، بتتشال معاكي بكل سهولة. بجد طريقة سهلة وبسيطة، ومش هياخد منك 10 دقايق وهتنضفي الحاجات المتسخة اللي عندك. بصوا هبدأ اشيلهم كده، ده سلك وصابون سايل. وهبدأ ادعك الكنكة كده. بصوا هتشيل معايا بكل سهولة، لان ملح الليمون وانا الحاجات المتسخة جامد عملتها بالسكينة، فخلاص كده. بصوا يعني ايه، مفيش بجد اسهل من كده، وكل حاجة بتتشال بسهولة. يعني انا مش بعمل مجهود، انا بس ايه بلمعها علشان تبقى ايه جديدة لانج. عشان بعد ما اشطفها هتشوفوها دلوقتي هتحس ان هي رجعت جديدة لانج خالص. بصوا بكل سهولة كده، بتاخدش معايا ايه دقيقة كده وانا بدعكها بالسلكة. هبدأ برضو اعمل البراد، هدعكه برضو بالصابون السائل عشان يدي لمعة كده ايه، اكنك لسه جايباهم جداد خالص. اتمنى تضغطي لايك للفيديو ده وتجربيه وتعمليه، وتقولي لي كمان رأيك في التعليقات بعد ما تعمليه. انا هشطفهم بقى. بصوا بعد ما شطفتهم يعني بجد تحس ان هم جداد، نوروا. بجد هي طريقة بسيطة خالص، ملح الليمون وطريقة الخطوات بتاعة غليهم في المية وكده، خطوات بسيطة خالص، وبجد مطلعة لك نتيجة مبهرة. وبصوا بقى لا في بقع املاح جيرية ولا اي حاجة، القلب عامل ازاي. بجد اتمنى تجربيها. يعني هي خطوة سهلة خالص، خطوات سهلة خالص، هما خطوتين بالظبط وسهلين خالص، وبتطلع لك نتيجة حلوة كده، وشكلهم بقى تحفة بجد وجداد خالص. بصوا كل الاتساخات اللي كانت موجودة على الكنكة من بره اتشالت. بجد حلوة خالص، اتمنى تجربيها.